تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هلخص 30 يوم من تجربتي والدروس اللي اتعلمتها للآن. طبعا عايزك تطلق مخيلتك، لأن أنا ما عنديش الوقت إن أنا صراحة أعمل مونتاج عشان مشغول شوية الفترة دي. ولكن بإذن الله الشهر الجاي يبقى في المونتاج. المهم، طبعا التجربة بتاعتي عشان برضه اللي مش عارف هي بكل بساطة إن أنا أتعلم اللي بحبه علشان أعمل حاجات أنا حاببها. بمعنى برنامج، بمعنى روبوت، بمعنى غسالة، أي يكن اللي يجي في دماغي. هروح أتعلم المطلوب وأجيب الموارد ويلا يا ابني. طبعا أول الشهر كنت اتكلمت عن نقطتين. أول حاجة اللي هو حوار، كان مش أول حاجة بس نعتبر أول حاجة، اللي هو حوار إن أنا أبني أحواض زراعية فوق البيت وأتعلم الزراعة وأصب وأعمل شوية حاجات كده. ولكن ده أجلت شوية بسبب الموارد، واجيب الموارد واحده واحده. ده اول حاجه. تاني حاجه هو بكل بساطه حاجه اسمها مشروع نواه. وعشان نبذة عن مشروع نواه، ممكن المصطلح اللي هقوله ده المبرمجين اللي يفهموه اكتر، ولكن خليني اشرحه بشكل ابسط. مشروع نواه هو مشروع مفتوح المصدر. الهدف منه تعليمي، بمعنى ان اي حد ممكن يساهم فيه. مفتوح المصدر يعني اي حد ممكن يساهم فيه، وبرضه يبقى معروض للكل، والحاجات الداخليه بتاعته اي حد ممكن يساهم فيه. وفي نفس الوقت الهدف تعليمي. يعني هنا بقى الحته، الهدف تعليمي وانت بتتعلم انك انت تسيب اثر. بمعنى انت كمبرمج دخلت فرونت اند، دخلت ايا يكن، احنا اصلا حتى لو جرافيك ديزاين، جيم ديزاين، رسام، كانت اي حاجه انت عندك ممكن تساهم بيها. المهم، الحاجه اللي انت تعملها باختصار كده، مش هتعملها بس عشان تتعلم. الحاجات اللي انت هتعملها هتستخدمها و- مع ناس حقيقيين، بمعنى ان انت هتفيد، هتتعلم وتفيد في نفس الوقت. ده مختصر المشروع. فبكل بساطة كان من الحاجات المهمة جدا لأي حاجة، واللي ممكن أي حد فيكم يواجهها، الفريق. أو الأشخاص اللي هيبقوا موجودين كتير قوي. بيبقى حاصل فكرة إن يبقى فيه يلا نعمل أي حاجة، وبعدين مفيش نظام للأسف. الطاقة دي تبهت تبهت تبهت، وبعدين كل واحد يروح لحاله وهكذا. طبعا عشان أخلي الموضوع ينجح، طبعا لازم أتعلم إدارة الفريق، وده اللي كان بالنسبة ليا حوار الشهر كله. بمعنى في حاجة اسمها هيكلة الفريق، وقت العمليات اللي بتحصل من وقت ما الشخص يدخل لحد ما يدخل يبقى من الأعضاء بتاع الفريق، واللي بيحصل مع أعضاء الفريق. فأنا الكلام ده بما إن إحنا يعني بنتعلم برمجة، فليه ما استخدمش البرمجة في حاجة زي كده. فأنا اللي بعمله دلوقتي إن أنا بخطط في إزاي البرامج دي هتكون. بمعنى وقت ما أنت تيجي تقدم وتدوس مثلا إرسال، المعلومات بتاعتك المفروض تتسحب، تروح لبرنامج، بعدين يعمل لك معرفش حوار جدول تقييم، يبعته لك على البريد الإلكتروني كل الليلة دي. بعدين يتابع معاك لمدة مدة معينة، أمورك تمام، يبعت لك دعوة الدخول للفريق، تدخل الفريق تمام، يبعت لك ايه اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. واحد تاني يبعت لك ايه اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، والمطلوب منك بالنسبة للتخصص، والحاجات الأسبوعية اللي احنا بنعملها وهكذا. ففاهم انت الليلة دي، بحيث ان انا من خلال الموضوع ده هشيل حمل على نفسي انا شخصيا، بما اني شبه مسؤول عن الليله دي كلها. وفي نفس الوقت اوضح الامور بحيث ان الموضوع يبقى ماشي بشكل سلس، لان بالاول والاخر دي حاجه انا عارفها مش كل الناس هتكمل. خاصة في حوار رحلة التعلم وما اعرفش ايه، في ناس على اسباب قراراتها حياتها دي انها بتعمل. فالحوار ده هيفضل ماشي معانا شوية لحد ما نوصل نقطة ان بقى في ناس ثابتة، بقى ثابتة بالنسبة للمشروع. دول بقى اللي في الاخر هناخدهم ويبقى جزء من فريق، بمعنى فريق كبزنس بقى وكشركة. وبعدين الموضوع هيبقى ربحي، يعني اللي هو بيبقى يبقى بقى بنتعلم وبنترك أثر وبنكسب الفلوس. طبعا الفلوس طبعا عشان المشروع يكبر أكبر، وفي نفس الوقت إحنا كالأشخاص اللي بنعمل كل ده يستمر في اللي إحنا بنعمله طبعا وبس. فده اللي أنا شغال فيه في الفترة دي بكل بساطة. وده اللي أنا يعتبر بالنسبة للشهر ده هو يبقى فيه بناء الأنظمة، وبناء الهيكل الخاص بالإدارة، إدارة الفريق. فده اللي هعمله في خلال الشهر اللي هو اللي بدأ ده. وفي نفس الوقت في حاجة تانية، لو أنت عايز طبعا تقدم في الوصف ترح عليها، هسيب الرابط بتاع التقديم لمشروع نواة في الوصف. وبرضه ممكن أول تعليق عشان لو أنت مش عارف تكتب الوصف إزاي. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا في حاجة ممكن أعملها جديدة، وإن هو أنا بشكل يومي كده، أيا يكن الوقت، خلصت حاجة معينة، أنزل فيديو قصير وانا عملت واحد اتنين تلاتة واستفدت منه حاجة، ومثلا استخدمت كتاب كذا. بمعنى ان لو حد مهتم بالحاجة اللي انا
تحديدا بعملها في اللحظة الحالية، مثلا مثلا تعلم الذكاء الاصطناعي في حتة معينة في الذكاء الاصطناعي. تمام، حوار رياضة، حوار تصميم، حوار إلى ذلك. بس ده كل حاجة. مع السلامة.